كوليبالي أيضا أصيب، وحارس المرمى أيضا مصاب، بما في ذلك اللاعب مندي حارس المرمى. ولكن المنتخب السنغالي رغم هذه الجائحة يأتي إلى هنا للذهاب إلى بعد الحدود، وعلى عازم على أن يؤدي دوره على أحسن ما يرام، وذلك بفضل الروح الانتصارية، لأن الشعب السنغالي يؤمن بالجودة الكروية المملوكة من قبل كل لاعبين المنتخب السنغالي. لدينا لاعبين ولدينا البدلاء اللازمين لخوض هذه المباراة. نحن نخوض هذه المنافسة بروح الانتصارية وبتحدي كبير ضد هذه الجائحة. فيروس الكورونا أثر في الكثير من المنتخبات، ولكن المنتخب السنغالي سوف يحاول تحدي هذه الصعوبات رغم نقص البدائل. ما ينطبق على المنتخب السنغالي ينطبق أيضا على المنتخب الجابوني بالأخص. لقد خسر المنتخب الجابوني خيرة اللاعبين، ورغم ذلك ترى المنتخب الجابوني يشارك في هذه المنافسة. إذا لابد أن نتأقلم مع كل الأمور، ولا بد أن نتعامل مع هكذا طرف بطريقة مثمرة. لابد من تقبل الأمر مهما حصل. اليوم المهم هو التنظيم على أرضية الميدان. رأينا أو مباراة اليوم في أو الحفل الافتتاحي كان جميل جدا، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على رغبة الجماهير في متابعة هذه الأعراس الرياضية. السؤال الأخير: هل بإمكان مدرب المنتخب أن يتعامل مع كل اللاعبين الغائبين رغم حضور سايدو ماني، ولكن الغيابات مؤثرة جدا؟ هل المدرب قادر على التعامل مع هكذا وضعية؟ بطبيعة الحال هدفنا هو الفوز بكأس أفريقيا وليس فقط خوض النهائي. نحن وصلنا إلى ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في النسخة الأخيرة التي فاز بها المنتخب الجزائري. المهم اليوم على كل لاعب أن يبذل قصارى جهده للحصول على هذا اللقب. المدرب قادر على التعامل مع كل التحديات والظروف. دون أن ننسى أننا خسرنا أحسن لاعب سنغالي الذي تعرض إلى تمزق عضلي وحرمه من المشاركة مع المنتخب في هذا اليوم. شكرا جزيلا. كما تابعنا حقيقة حوار شيق مع هذا اللاعب المتألق، وأكد أن الوقت قد حان للمنتخب السنغالي من أجل الذهاب بعيدا إلى هذه المسابقة. وأين الذهاب بعيدا؟ الذهاب بعيدا لن يكون إلا باللقب. حقيقة هناك رقم قياسي سلبي للمنتخب السنغالي، نتحدث عن المشاركة السادسة عشرة في كأس أفريقيا، لكن حقيقة هذا المنتخب لم يتذوق طعم التتويج ولا مرة في مسيرته. لربما تكون هذه الفرصة مواتية ربما لصعوبة الأمر، لكن حقيقة التشكيلة قادرة على الذهاب بعيدا ولربما العودة باللقب من هنا. شكرا لعفيف الزرقي من بافوسام في الكاميرون، أين تدور المباراة الأولى اليوم بين السنغال والزيمبابوي. ما قاله الحاج سمعناه قبل، سمعنا قبل أنه عزيمة السنغال، وأنه السنغال يحب يفوز، وأنه السنغال لازم يرجع بالكأس، وأنه السنغال هو المرشح